السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوكين سوكا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نشارك معكم هاد الوصفه ديال الميني كيك اولا مسكوتات الصغار. كيجيو خفاف وزوينين دغيا كيوجدوا، ما فيهمش المكونات بزاف. اللي عجبته الوصفه ما ينسانيش بالإعجاب، واللي مازال ما اشترك في قناتي يشترك فضلا وليس امرا. وغادي ننتقلوا للطريقه والمقادير. بسم الله، غادي نبداو في الطريقه وفي نفس الوقت غادي نقول لكم المقادير. غادي ناخذ بول فين غادي نطربوا البيض مع سنيده. غادي ندير هنايا 3 ديال البيضات، وغادي نزيد عليهم كاس ديال سنيده ديال العنبه، شويه ديال الملحه، وغادي نطرب المكونات حتى كتذوب ليا داك سنيده كما العاده، وكيتخلط ليا مع داك البيض وكيولي الخليط على هذا الشكل بحال هكا بحال هكا. غادي نزيد عليهم قشور ديال حامضه، غادي نزيد الزيت، كاس لارب ديال الزيت، وفاني اللي عنده فاني سائله يمكن له يديرها. وغادي نخلط المكونات. كنبقى نخلط حتى كيتخلطوا ليا المكونات كاملين، وغادي نزيد الخمارات والفورص وكاكاو هما اللي باقيين. غادي نزيد هنايا معلقه شويه كبيره ديال الكاكاو باش كيجيو عاطين داك اللون هكا كحل بزاف. وغادي نزيد هنايا 2 كيسان ديال الفورص مغربل، يكون مغربل من قبل. غادي نزيد الخمارات، غادي ندير الاولى وغادي ندير الثانيه، وغادي نخلط. كنخلط المكونات وعاد من بعد غادي نشوف واش غادي نزيد الفورص او لا. من بعد فاش خلطت بالخلاط زدت الفورص، تقريبا زدت هكا 4 ديال الكاس ديال الفورص، وخلطت مزيان حتى ولا لي الخليط بحال هذا الشكل هكا. ما كيجيش ثقيل بزاف وما كيجيش خفيف. من بعد غادي نجيب ليمون فين غادي ندير داك الخليط، وغادي نوزع داك الخليط عليهم. غادي نعمروهم ولكن ماشي حتى الفوق، غادي نخليو شويه حيت هي غادي تخمر وغادي تطلع. نخليو لها ليسباس فين غادي تطلع هي شويه. المهم كنكب الخليط من الوسط باش كيهبط لي الخليط من الجناب، وما كتجينيش حتى متقوبه في الوسط. فاش كطيب ما كتجينيش متقوبه في الوسط، كتجي مسدوده هكاك. وبالنسبه لليمون راني درتهم من قبل، درتهم بشويه ديال الزبده ورشيت عليهم الفرص، عاد كندير فيهم الخليط. صافي غادي نكمل على هذا الشكل. غادي نعمرهم كاملين وغادي ندخلهم للفران باش غادي يطيبوا. العافيه كتكون من التحت قليله وتا من الفوق قليله، اللي بغى يشعل هكا من الفوق ومن التحت باش كيطيبوا دغيا وما كياخذوش الوقت بزاف. المهم غادي نبقى مستمره على هذا الشكل. غنعمر الليمون اللي عندي كاملين وغادي ندخلهم الفران، وغادي ندوز باش غادي نطرب الكريم شونتيي باش غادي نعمرهم من الوسط.
بالنسبة للكريمة غادي ندير كريم شونتيي هذا ديال فاني، غادي ندير كاس ديال بودرة ديال شونتيي، وغادي ندير معاه كاس ديال الحليب يكون بارد مزيان باش كطلع لكم الكريمة دغيا دغيا، وغادي نطربها مزيان حتى كطلع. يمكن لكم تزيدوا المنكهات اللي بغيتو هنايا، الا بغيتو تزيدوهم تنكهوا بشي نكهه. ويمكن لكم حتى كريم شونتيي اللي عنده كريمه سائله يديرها بعد كريم شونتيي. صافي غادي نطربها مزيان وغادي نتلاقاو باش غادي نزينو داك الكيك فاش غادي يطيب. من بعد فاش طاب ليا الكيك خرجته خليته يبرد، كان بقى ليا واحد شويه ديال الخليط ودرتو هكاك على شكل مادلين، حيت انا عندي 6 ديال داك ليمون بقى لي شويه درتو على شكل مادلين. صافي غادي نزولهم الليمون هكا كيجي عالي وكيجي زوين ورطاب ومفشفش. صافي غادي نزولهم المول وغادي نخليهم حتى كيبردوا مزيان، عاد يمكن ليا نعمرهم بكريم شونتيي. من بعد فاش برد ليا الكيك مزيان درت كريم شونتيي في جيب حلواني وغادي نزينهم على هذا الشكل. غادي نعمر داك الثقب اللي في الوسط كامل بحال هكا، ومن بعد غادي نرش عليهم الشكلاط من الفوق، حبيبات ديال الشكلاط. يمكن لكم نتوما تعمروهم باش ما بغيتو، لكم الاختيار في التعمار وحتى في التزيين. انا اختاريت اسهل حاجه حيت كنت مجروبه، زينتهم على هذا الشكل هكا باش كنحطهم دغيا وصافي. غادي نكمل التزيين وغادي ننتقلوا للشكل النهائي. من بعد فاش كملت التزيين كيجي الكيك على هذا الشكل، كيجي زوين ورطب وفي المذاق حتى هو كيجي لذيذ. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، وما تنساوش تخليو ليا لي كومونتير كي جاكم، ودعموني بلي لايك وتشتركوا في قناتي اللي مازال ما اشترك. والى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله. سلامة.